من الأوامر في بناء المجسمات ثلاثية الأبعاد هو أمر Revolve وSpace، وده أمر بياخد أي 2D سكتش ويديله بعد تالت عن طريق إنك ترسم نص المقطع بتاع الشكل وهو بيلفه حوالين سنتر لاين. بيطلب مني أحدد السنتر لاين اللي هلف حواليه الشكل، وكمان المساحة المقفولة اللي هيلفها. أقدر أحدد الزاوية من أول درجة لحد 360 درجة، وأقدر كمان أحدد اتجاه أو في الاتجاهين بشكل متساوي عن طريق ميد بلين، أو أفعل Direction 2 عشان أخد زوايا مختلفة على الجنبين. لو أخدنا Section View هنشوف الرسمة بتاعتنا متكررة حوالين السنتر لاين. أقدر أعمل سنتر لاين مخصوص بمسافة عن المساحة المقفولة. المسافة دي SolidWorks هيعتبرها فراغ في بناء المجسم. لو عندي شكل في ال1 Dimension زي خط أو مساحة مقفولة، ممكن أستعمل Thin Feature عشان يديها ثخانة وتبقى 2D ويحولها بعد كده ل 3D. نفس اللي طبقناه بنفس الأفكار عشان نبني المجسم نقدر ننفذه في أمر Revolve Cut عشان أشيل الماتيريال من المجسم برضه.